ازيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم البانيه بطريقه حلوه جدا وسهله وسريعه. يعني لو عايزه اكله سريعه بجد مفيش اسرع من كده ولا اجمل من كده. دلوقتي انا جايبه ربع بانيه، بصراحه ما جبتش اكتر من كده. كنت جايبه البانيه حطاها في خل وملح وليمون، يعني محلول كده عشان الزفاره. بعد شوية غسلتها وبعد كده قطعتها حتت رفيعة زي ما انتوا شايفينها كده، زي تقطيعة الشاورما بالظبط. بصوا بجد يا جماعة والله جربوها مش هتندموا، طعمها روعة 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 وسهلة وسريعة. ولو عايزة غدا سريع ممكن تعمليها جنب مكرونة كده بالسمنة والملح والفلفل. انا كنت عاملاها جنب مكرونة كده بيضة مش بالصلصة. يعني طعمها حلو جدا وجربوها بجد مش هتندموا. بعد ما قطعت خلاص كل الكمية اللي معايا، ربع كيلو البانيه. عندك بقى قشطة، وش اللبن، عندك لبن، حطي اللي انت عايزاه. انا كان عندي شوية لبن صغيرين حطيتهم. معايا بصل باودر وتوم باودر، معايا بابريكا، معايا زعتر، معايا بهارات فراخ تحفة بجيبها من عند العطار يا جماعة، جميلة جدا جدا جدا. احط ملح، متحطيش ملح كتير عشان ما تبقاش حادقة معاكي. واحط فلفل اسود، تطلع بقى كده حرشة وجميلة. لو عايزاها سبايسي شوية ممكن لو عندك شطة حطي، بس انا الفلفل عندي الاسود بيبقى حامي فبيديها طعم جميل جدا. هقلب بقى كل المكونات دي مع البانيه لحد ما البانيه تشرب كل البهارات واللبن اللي احنا حاطينه. طبعا هسيبها شويه، يعني مش هعملها على طول. هسيبها مثلا من نص ساعه لساعه كده تتشرب كل البهارات اللي معانا وشويه اللبن اللي احنا حطيناهم. بجد يا جماعه جربوها، سهله وجميله جدا. ما عندكيش طماطم، ما عندكيش بصل، ما عندكيش فلفل، ما عندكيش المكونات دي وعايزه تعملي شاورما هتعمليها كده من غير اي حاجه. وطبعا كلنا عارفين الطماطم دلوقتي اسعارها رهيبه، ب35 وب40. انا مش عارفه ليه بصراحه، بس هي طول عمرها الطماطم عارفين يقولك قوطه يا مجنونه، طول عمرنا عارفين. اجيب طاسه احط فيها الماده الدهنيه. انا بصراحه ما كانش عندي زيت فحطيت يعني معلقه سمنه. هسيبها تسخن شويه وبعد كده هنزل بالبانيه اللي معانا اللي احنا متبلينها التتبيله الجميله دي. هفردها كده في الطاسه بس مش هقلبها غير لما تاخد لون من تحت وتستوي شويه من تحت. بعد كده اقلبها علشان عارفه لو قلبتيها على طول او قلبتيها كتير هتتهري معاكي. لا طبعا حطينا بقى البهارات بتاعتنا والحاجات الجميله دي عليها. هسيبها بقى زي ما قلت لكم كده، افردها في الطاسه وسيبها لحد ما تسخن من تحت وبعد كده اقلبها على الوش اللي فوق. اللي وصل معايا لحد دلوقتي يا جماعه في الفيديو متنساش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس يوصلك مني اشعار بكل جديد. بصوا يعني اقول لكم ايه، يا دوبك بقلبها. بصوا طريه وسبايسي وجميله جدا جدا، طبعا عشان تبلناها وحطيناها في التتبيله لمده ساعه. اجيب يعني نص كوبايه من الميه، اهو نص كوب من الماء هنحطه على الشاورما بتاعتنا او البانيه. وهسيبها لحد ما تستوي، طبعا هوطي عليها واسيبها تستوي براحتها زي ما انتوا شايفين كده. انا هوطي عليها اهو دلوقتي مش تبقاش النار عالية قوي، واسيبها لحد ما تتشرب معانا بقى المية وتستوي وتبقى طعمها فوق الروعة. ده بقى شكل الشاورما بتاعتنا او البانيه، واشوفكم على خير ومع السلامة.